من التريكس الجميلة جدا وانت بتحل الام سي كيو انك انت تقرا اخر سطر في السؤال. ليه؟ لان اوقات كتير بيكون سؤال منفصل عن السيناريو الطويل اللي بيخضك فيه وتقعد تضيع فيه وقتك. الام سي كيو بيساوي اقل من دقيقة، اكتر من دقيقة انت بتقع. الدقيقة دي مش تقرا السؤال، الدقيقة دي تكون خدت قرار وحليت. طيب هنا لما تيجي تقرا ده مثال مباشر على ان السيناريو ملوش دعوه بالسؤال. عشان كده لما يجي لك ام سي كيو اقرا السطر الاخير، هتلاقيه سؤال مباشر في الاغلب، ممكن ما يكونش ليه دعوه بالسيناريو، لان كل ما طول السؤال مش معنى كان اصعب، بالعكس ممكن يبقى اسهل بكتير. شوف هنا بيقول لك ايه: يا ترى ايه التغيرات اللي هتحصل على مستوى السوفت تيشو لما تعمل تيشو اكسبانشن؟ سؤال مباشر داير. طب تيجي تقرا السيناريو عشان يطمئن قلبك. بص بيقول لك ايه: انت حطيت سب ماسكولار تيشو اكسبانشن عشان انت عملت immediate breast reconstruction بعد ما واحده يا حرام عملت سكين سبيرنج ماستكتومي، ربنا يقومها بالسلامه. الفكره كلها، هل لقيت السيناريو ليه علاقه بالسؤال؟ مفيش. وهو ده اللي بنقوله، اتدرب كتير عشان تتعود على نمط الاسئله فتكون ناصح. انت المفروض تجهز للامتحان الشاطر، مش بس اللي يعرف معلومات كتير لكن اللي يعرف يوظفها في وقت الامتحان. عشان كده خد دقيقه وقف فيها الفيديو دوت، شوف السؤال وحاول تجاوب مع نفسك. اهلا بيك بعد ما وقفت الفيديو، يلا بينا نحل سوا. انت عندك الاجابه من قبل ما تقرا الاختيارات. لو ما عندكش الاجابه من قبل الاختيارات ده خطر. طب هعرفها ازاي؟ استخدام معلومات سابقه في حل مشاكل جديده. التيشو اكسبانشن على مستوى السوفت تيشو، كل التيشوز اللي بتحصل لها تيشو اكسبانشن بيحصل لها ستريتشنج نتيجه الاستريس ريلاكسيشن والكريب، وتحصل لها ثيننج نتيجه الضغط الميكانيكي عليها. كلها ما عدا 3 حاجات اساسيه: الابيديرمس بيخرج من القاعده ويبقى ثيك مش سن، والفاسكوليتشر بتزيد، وبيحصل كبسول بتزيد. مش دي اللي انا اقصد عليها، عايز اقول لك كمان ان مع الفاسكوليتشر البيتوكوندريا بتزيد هي كمان. الثلاث حاجات الاساسيه اللي بتزيد: الابيديرمس، الفاسكوليتشر، والميتوكوندريا. والكبسول بيتكون ولازم تاخد بالك منه لان هو المسؤول عن زياده الفاسكولاريتي من زياده الفاسكوليتشر. تعال نقرا بقى الاختيارات. يقول لك الديرمس في الاول هيزيد في الحجم، لا يا صديقي هو بيقل. وبعد كده ويل نورماليز within 3 months، ده حتى لو قلنا ان هو هينورماليز مش قبل سنتين يا صديقي. الكلام ده بيحصل في الابيديرمس في الاول بيبقى ثيك، وبعد كده عشان يرجع لطبيعته مش قبل سنتين، ده لو رجع. طيب الكبسول هتحصل around الامبلانت، ده هيحسن الفلاب فايبيليتي. ايوه، الحقيقه ان الكبسوله هتوفر لنا بلاد سبلاي جميل جدا، وعشان كده هوت هتزود لي فعلا الفايبيليتي بتاعت السكين. عشان كده لما بنيجي نعمل تيشو اكسبانشن ونيجي نرفع الفلابه بتاعتنا، في واحد يقول لك عشان تديك طول ايه شيل الكبسوله. هقول لك انت لو شلت الكبسوله دي فيها البلاد سبلاي، انت اغلب ممكن تعمل كابسولوتومي افتح فيها فتحات صغيره، لكن انت لو شلتها تيك كير لان ده هيأثر على الفاسكليتشر بتاعتها. اوكي. طيب بالنسبه للبيكتوراليس ميجر كعضله هيحصل لها ستريتشنج، قلنا تمام. طب هتزيد في البالكنس؟ الحقيقه هتقل مش هتزيد. العضو الغير مستخدم يضمر ويضمحل. طب هي هتقل وهتستريتش والكلام ده ليه؟ لان احنا اتفقنا ان التيشو اكسبانشن بيحصل ازاي؟ بالكريب والستريس ريلاكسيشن. هتضغط عليها فهيحصل كريب وستريس ريلاكسيشن، مش هتزيد في البلك. امال هي ممكن يحصل لها ستريتشنج لكن اكيد البلكنس هيقل. طب بالنسبه للفاسكليتشر والبلاد فيزلز هتزيد في النمبر اند سايز. يبقى الاجابه دي كانت صح يا دكتور بشوي. هقول لك بص، ديكريز، ما تقعش في الفخ، تيك كير. يبقى الفاسكليتشر هتزيد زيها زي الابيديرمس سيكنس، زيها زي الميتوكوندريا ما هتزيد زي ما هيحصل كبسول. طب بالنسبه للسبكوتينيوس فات لاير هيزيد وهيحصل له ثيكننج. صديقي هو انت حاطط تيشو اكسبانشن مش حاطط ماده تصنيع فات. الفات ده حاجه رقيقه جدا، انت تضغط عليه هيموت. بدليل ان احنا لما نيجي نعمل فات جرافت والكلام ده بقول لك تعامل معاه برقه، لان انت لو اتعنفت عليه فهيموت وتحقنه بدري. فما بالك انت حطيت عليه حاجه بتضغط عليه هتبططه هتفعصه، فهتلاقي ان هو هيقل في السكنس مش هيزيد. اتفقنا؟ فانت عارف الاجابه من قبل ما يبتدي. يبقى الاجابه الصحيحه هي من كل ده ايه؟ هي الاختيار بي، ان في كبسوله فعلا كرد فعل من البادي بتاعنا نتيجه الفورين بادي اللي هو الامبلانت اللي هو التيشو اكسبانشن اللي احنا حاطينه، وده بيحسن السكين فلاب فايابيليتي. عشان كده ما تشيلهوش، اخرك تعمل كبسولته. خلي بالك
الكبسول فورميشن دي مش بتحصل مع التيشو اكسبانشن بس، بدليل ان انا حاطط لك هنا اهو صوره بريست امبلانت وحواليها الكبسوله وهي متشاله لما حصل كبسول حوالين البريست امبلانت واضطرينا ان احنا نشيله. طبعا هي عمليه جميله جدا انك انت تعمل بريست اوجمنتيشن بالسيليكون، ولكن خلي بالك لان رد فعل الجسم الطبيعي ان هو يعمل كابسولار كونتراكشر، وعلشان كده احنا عارفين ان بيكر كلاسيفيكيشن عامل لي 4 جريدنج سيستم على اساسهم بنشوف بقى هو ده نورمال ابييرنس ظاهر ولا سلايتلي فيرم ولا ابتدى يكون في ابنورماليتي ولا خلاص بقى فيرم بينفل وديستورتد في الدرجه الرابعه وتضطر انك انت تشيله، فاهم؟ فده رد فعل الجسم الطبيعي. طيب ده وظيفته ايه؟ يعني ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ الحقيقه ان على حسب هو فين. يعني في البريست امبلانت اكيد مش حاجه حلوه، في التيشو اكسبانشن هو حاجه حلوه لان هيمبروف الفلاب فايبيليتي. والجسم لما بيحاوط اي جسم غريب جوه جسمك ده عشان يحمي الانسجه بتاعتك من الجسم الغريب ده. عشان كده بنأكد ان اي بايو ماتيريال انا هستخدمها مهم جدا تكون بايو كومباتبل، نون توكسيك، نون الرجينيك، نون كارسينوجينيك، doesn't cause pain، resistant to infection، تقدر تعقمها وسترلايزابل، تقدر انك انت تخزنها بامان، cost effective، و easy to handle and manipulate. عشان كده thanks for السيليكون ان ده من اجمل الحاجات اللي موجوده في العصر الحالي اللي مشاكله قليله جدا وبايو كومباتبل، الجسم ما بيعملش معاه مشاكل وهو انرت الحمد لله، ما بيتفاعلش، ونون توكسيك، نون الرجينيك، نون كارسينوجينيك الى اخره. فالكبسوله مش حاجه وحشه، لكن لما بتحصل حوالين البريست ما بتكونش اظرف حاجه، خصوصا لو هي بتكون سب جلاندولار، وده بيقل مع السب ماسكولار. طب انا عايز اسالك سؤال وانت لسه مركز معايا، هو يا ترى لما يكون الامبلانت محبب يزيد البايو فيلم ده او الكبسوله، ولا لما تكون سموث مين اكتر؟ كل ما كان الامبلانت بتاعك سموث كل ما كان الاريتيشن اقل، كل ما كانت الكبسول اقل. لكن كل ما كان محبب كل ما كان انفلاماتوري بروسيس اكتر، كل ما كان الكبسول اكتر. يبقى الكبسولة هتكون أتخن، سب جلاندولار هتكون أتخن مع المحبب التكتشر هيكون أرفع وأقل في الكونتراكشر لما يكون تحت العضلة، هيكون أرفع وأقل في الكونتراكشر لما يكون سموث.